حاجة حصلت معايا وازاي اتعلمت منها. في 2022 المفروض كانت تبقى مش افضل سنة بالنسبة لي. حصلت فيها تفاصيل كتيرة جدا غير متوقعة بالنسبة لي، او مش اللي انا كنت مخططة لها يعني. فكانت ممكن 2022 تبقى اسوأ سنة ممكن تعدي عليا في حياتي، بس انا اخترت انها تكون اكتر سنة مميزة عدت عليا في حياتي، وفعلا حصل ده. اتعامل بطريقة افضل، غيرت في تفكيري، غيرت في شخصيتي، اشتغلت على نفسي، طورت نفسي، اخدت الجزء الايجابي من الحاجات السلبية اللي كانت حاصلة وغيرت فيا وشكلتني وعدلتني. فانا عايزة اقوله لك انك بلاش تبقى طالع من 2022 وانت مليان كلاكيع، وانت مليان عقد، وانت مليان ضغوطات ومليان مشاكل ومليان تعب. يمكن غصب عنك، بس الحقيقي انك ما تستاهلش ابدا انك تكمل في نفس الحتة دي وفي نفس المكانة اللي انت بتكمل فيها دلوقتي، اللي هو وسنة وعدت وهدخل السنة اللي بعدها زي ما انا. لا، اختار انك تاخد الحاجة الايجابية من الامور السلبية اللي حواليك، هتفرق جدا معاك وهتطور جدا من نفسك ومن شخصيتك ومن كيانك. اتمنى وانت بتسمع الفيديو ده انك تكون بتقرر انك تطلع من 2022 وانت داخل 2023 مش بنفس الحالة ومش بنفس العقد بتاعتك ومش بنفس المشاكل ومش بنفس الضغط ومش بنفس التوتر ومش بنفس الخوف والقلق. بتمنى ليك انك تكون بتطلع من 2022 وداخل 2023 وانت واخد قرار انك هتتغير، هتبقى احسن، مش هتسمح للحاجات السلبية اللي بتحصل حواليك انها تكون بتأثر عليك.